بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديوهات اللي فاتت اتعرفنا على 6 أدوات للرسم و6 أدوات للتعديل، وفي الفيديو ده إن شاء الله هنكمل على الأدوات المساعدة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في أول فيديو. هنيجي مثلا لو احنا عندنا أوضة مثلا 5 في 6، هنعمل لها أوفست الحيطة، بعدين نطلع 3 متر، ونيجي من هنا مثلا نعمل السقف بتاعنا ونطلعه 10 سنتي مثلا. المفروض إن أنا أفتح باب وشباك في الأوضة دي مثلا، فأنا عاوز أفتح. أنا عارف البعد بين نهاية الحيطة دي لبداية الباب، وعارف إن الباب عرضه مثلا متر، فالمفروض إن أنا باجي من هنا وأعمل مثلا وليكن البعد 50 سنتي اللي هي نص متر، بعدين أعمل قاضي واحد كمان على بعد 1 متر، بعدين أجي من فوق أنزل بده أنا عامله 3 متر، فالمفروض إن ارتفاع الباب على 2 متر 20، يبقى دي تنزل 8 من 10. وبعدين أمسح الكلام ده، وأما أجي أسحب الإكسترود أروح مسحه على السطح ده عشان يعمل لي فراغ ده. طبعا ده بتاخد وقت على بال ما أرسم الكلام ده كله، والخطوط دي من كترها بعد كده لما يكون إنه الشغل تقيل شوية أو فيه مجسمات كتيرة شوية، فبيبقى صعب إن أنا أعمل خطوط كتير كده، فباجي بأداة اللي هي التاب ميجر تول دي، بروح ساحب من هنا خط وهمي على بعد نص متر، وأسحب من هنا خط على بعد متر، ومن فوق على بعد 80، وبعدين بكل سهولة آجي من الريكتانجل أرسم المستطيل ده، أسحبه بالطريقة دي كده من غير ما أقعد أمسح. حتى لو في شباك هنا، فأنا عرفت إن مثلا أنا هعمل شباك هنا على بعد 1 متر من الأرض، أنا باجي أضغط على التاب دي، وبعدين بيبقى في إيدي حاجة زي المتر كده، بضغط على خط، لازم يكون على خط، بعدين أسحب فوق مثلا على بعد 1 متر، ومن هنا على بعد 50، وهنا 1 و2 مثلا عشان يبقى مربع، أجي أروح أعمل مستطيل وأسحب. فأي حاجة هتبقى على الخط ده عامل زي المحاور اللي احنا بنعملها في الكاد، بيبقى ممتد إلى ما لا نهاية. فأي شباك هاجي أعمله على الخط ده هيبقى متحدد لي الارتفاع بتاعه، أو لو أنا هعمله فوق الأوضة دي هعمل أوضة تانية فوق الأوضة دي. ده بيفيدنا في لما نشتغل اكستيريور حاجات خارجية، فبيبقى الخطين دول محددين لك عرض الشبابيك، فبيبقى سهل إنك أنت تاخد المستطيل أو أيا كان اللي أنت هترسم بيه وتحدد الاكسترود بتاعك، وبيتمسحوا برضه لأن احنا خلصنا مثلا الأوضة دي ومش محتاج الخطوط دي عشان
ما تخيلنيش وأنا شغال، بروح جايب الأستيكة أو محدد وديليت الكيبورد. طيب أنا مش عارف، رسمت وجاب غصب عني، مثلا أنا عاوز أعمل ده مربع ومش عارف طول المستطيل ده كام. باجي من هنا برضو من التاب واضغط كليك واسحب كده، بيتكتب لي هنا طول الخط اللي انا ماشي عليه. انا ضغطت في بدايته، واقف بس عند نهايته كده بلاقي طول الخط اتكتب في مربع القياسات، او لو من هنا بيتكتب تحت في مربع القياسات برضه. او ان انا بجيب الاداة التانية اللي هي الدايمنشن، واقول له انا عاوز اعرف طول الخط من ده النقطة دي كام. ده عامل زي الدايمنشن في الأوتوكاد بالظبط. واضغط على البداية والنهاية واسحب مطرح ما أنا عاوز الدايمنشن دي تكون موجودة. طيب مثلا أنا عاوز أرسم هنا شكل في السقف ده، فعاوزه يكون مايل، عاوز الخط ده يكون مايل. أنا ممكن أجي من هنا مثلا أرسم خط موازي ده على بعد 2 متر مثلا، وأجي من هنا أقول له روتيت بالزاوية اللي أنا عاوزها زي ما احنا خدناها في الفيديوهات اللي فاتت. لا، أنا من هنا ممكن أقدر نفس وظيفتها اللي هي المنقلة دي بروتكتور، أجي أسحب أضغط مثلا مركز المنقلة هنا وأسحب ده، أقول له ملهولي، بيبقى عمودي على الخط اللي أنا هسحب منه، وأقول له ملهولي بزاوية مثلا 30 درجة، وأعمل له واحد، خليه العكس 30 برضه، فبيقسم لي السقف بالطريقة دي، بدل ما أقعد أعمل روتيت للتاب دي. هي نفس الوظيفة، مفرقتش كتير يعني، بس بتوفر وقت. في هنا برضو مثلا لو أنا شغال وعاوز أعمل بعض البيانات أو المعلومات على حاجات، على مثلا باب زي ده كده، عاوز أقول طوله وارتفاعه، عرضه وارتفاعه كام، بروح جاي واخد مثلا من هنا، هخليه في النص وأسحب لفوق كده، وأجي أقول له مثلا اكتب لي إن ده باب خشب متر في 2 متر 20، اتكتب لي باب خشب طوله متر 2 متر 20. باجي الشباك مثلا، الشباك كان شباك زجاج مثلا، هو كان 1 متر 20 في 1 متر 20 قبل ما نعدل فيه، مش مشكلة. أيا كان بقى البيانات اللي هتكتبها، بس احنا بنعرف بتشتغل بيها ازاي. ده اللي هي الأكسس في كل، يعني لو جينا، بس هي مش هتبان هنا أوي، هي هتبان في حكاية الجروبات والكومبوننت اللي احنا إن شاء الله هناخدها بعد كده. هنسيب الأكسس وال 3D تكست. طب ال 3D تكست دي مثلا أنا عاوز أكتب اسمي 3D، يعني أنا عاوز مثلا بعمل عمارة، نفترض إن أنا بعمل عمارة أو بعمل مبنى وعاوز أكتب عليه اسم 3D زي اللي احنا بنشوفه.
ونروح مثلا أقول له هنا بنختار الفونتات اللي احنا هنشتغل بيها أيا كانت يعني، مثلا محمد نبيل. وهنا الارتفاع بتاع الخط الفونت. وهنا الاكسترود مثلا نخليه 3/10 وانتر، بيكتب لي الاسم بالطريقة دي. طبعا نقدر نعدل عليه بعد كده على إنه مجسم عادي، يعني نقدر نعمل اكسترود. هو بيتعمل له جروب لوحده، بينزل كأنه جروب، وبعد كده بتدخل جوه الجروب، تضغط كليك مرتين، كليك شمال مرتين، وبعدين تدخل تعدل براحتك أيا كانت التعديلات. دي كانت بعض الأدوات المساعدة. نكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.